في بقى حاجات الناس فاهماها غلط في جريمة التلبس، وهي في حقيقة الأمر لا تمت للتلبس بصلة. وإيه هي الحاجات دي؟ الحاجات دي حد يتصل بالشرطة مثلا يقول لك فلان سرقني. طيب هنا ما مش بنبقى في حالة تلبس. ليه؟ لأن التلبس، ودي معلومة مهمة جدا، هي ملتصقة بالجريمة. بمعنى إيه؟ بمعنى إن لازما الضابط يحسها بأحد حواسه، يشوف الجريمة بعينه، يسمعها، أو يشم الجريمة، ودي في حالات المخدرات. وفي حالة تانية برضه وهي تحريات. التحريات في حالة إجرائها من ضابط المباحث لا تعتبر تلبس. ليه؟ لأن التحريات بتبقى استجماع لمجموعة من المعلومات عن الواقع، فبالتالي هي في القانون هي مجرد استدلال يستدل به وكيل النيابة لإعطائه الإذن للتفتيش، والقاضي لفهمه الواقع وما يخبئه تلك الواقع. كمان ما يعتبرش حالة من حالات التلبس إن الجريمة حصلت وضابط الواقعة قام بالقبض على المتهم بعد وقت طويل. لا، ده لازما حال ارتكاب الجريمة يتم قبضه وبناء عليه يمنح السلطات التي منحها القانون إياه. فهنا نلاحظ إن التلبس صفة تلازم الجريمة وليس شخص الجاني. طب احنا ليه بنوضح المعلومة دي؟ وايه فايدتنا من ان احنا نفهم يعني ايه تلبس؟ التلبس مهم جدا في حياة كل شخص، لانه كتير من اخواتنا والناس اللي يخصونا بنسمع ان هم ده للاسف اتقبض عليه متلبس. طيب كده احنا نقدر بالفيديو دون نفهم يعني ايه متلبس. دي نقطة. النقطة التانية، في حالة خروجه عن الاربع حالات اللي احنا قلناهم وشرحناهم في الفيديو دون يبقى ما يعتبرش متلبس بالجريمه، فليه الحق في الوقت دون ان هو يخرج من الجريمه